السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هصدمكم بالاوزان بتاعتي، ما شاء الله اللهم بارك. معانا النهارده ايه؟ معانا ليمونتين، سر في الليمونتين. شوف النهارده هنعمل بيهم ايه. حاسه ان في خنفره، مش خنفره، كحه بسيطه، برد بسيط. الجو بقاله يومين 3 مش مظبوط. انتوا حتى هتسمعوا الكحه اهو. خلصت جرعة الكوكسيديا بتاعتي، النهاردة كان اليوم الثالث والأخير، الحمد لله خلصناه على خير. هنبدأ معاكم بقى نظبط دنيتنا ونشوف فراخنا محتاجين ايه تاني. عايزة شوية حيوية، شوية نشاط. هنظبط معاكم الفرشة، كل يوم لازم الفرشة تتظبط. السقاية خلاص آخر حاجة فيها اهي، حاجة بسيطة اللي فيها. العلافات فاضية ما شاء الله اللهم بارك. كان في حد باعت لي على اليوم ال 32 متهيألي او الحاجه و20، والله ما فاكره. ممكن يزود اللحم بايه؟ هيزود اللحم. الحلبه المطحونه دي من اهم عوامل زياده اللحم. الحلبه المطحونه، العسل الاسود. العسل الاسود بشرط ما يكونش فيه اسهال، والخميره. الحاجات دي ما تتحطش ويكون فيه اسهال. الحاجات دي يا جماعه ما تتحطش ويكون فيه اسهال، وخصوصا العسل. النهارده هنشوف هنحط ايه على الخلطه بتاعتنا. هنحط ايه في السقايه هقول لكم. هظبط بس الفرشه وارش لهم شويه جير، واشوف احط لهم. هوريكم الخلطه اللي هعملها وارجع لكم تاني واقول لكم الخلطه في النهارده. هحط في الخلطه بتاعتي بصل، ليمون، نعناع. البطل بتاعنا النهارده البنجر، ده مهم جدا، والليمون. بس اهم حاجه عشان البرد اللي موجود عندي هما الليمونه. اهم حاجه النهارده الليمون. قعدت كتير اقول الليمون لازم في الصيف نشيل منه كتير، يعني نحط منه في الفريزر كتير، علشان خاطر احنا بنحتاجه في الشتاء بكميه كبيره. النهارده هنشوف هنعمل معاه ايه، هيعمل معانا ايه. وعلى فكره علشان يبقى فيه نشاط وحيويه اكتر، هحط قرن فلفل او شطه. قرن فلفل او شطه يا مملكه الطيور. قرن فلفل او شطه بيخلي حيويه الفرخ ايه، بيخلي جسمه حلو ما شاء الله اللهم بارك، الله اكبر. فهنشوف مع بعض وهرجع لكم. هعمل الخلطه وارجع لكم تاني. خلطتنا اهي، بنجر، فلفل حامي، بصل، ثوم، ليمون، نعناع. علشان متهيألي فيه كحه بسيطه هصفيها هنا بالمصفى. احط العصاره بتاعتها، الميه هنا، والحاجه اللي هتطلع، الراس اللي هتطلع احطها على العلف. هحط لهم الميه وارجع لكم. اهي الميه حطيتها اهي، باين فيها البنجر. رشيت لهم تب وعملت الارض اهو بالمطفي. نضفت العلافات عشان احط لهم العلف. هنا بقى اهو الخلطه معانا اهي. نحط الخلطه اهي، اهي الخلطه اهي. هبدا اقلبها بقى. هتوهها كلها. النهارده معانا ان شاء الله يا رب اوزان حلوه قوي هتعجبكم، وكله على ايديكم اهو. مش بحط حاجه من ورا الكاميرا اهو، ما شاء الله اللهم بارك، الله اكبر. يوم ال15 هتشوفوا اوزاني بقت عامله ازاي. ما خبيتش حاجه عليكم خالص. احط لهم العلف وارجع لكم ونشوف الاوزان معانا. حطيت العلف وحطيت الميه. هما كده كده ما كانوش عطشانين، لان كان الميه قدامي كتير، قدامهم فيها شويه، معناه ان هما مش عطشانين عادي. شايفين هما كانوا جعانين، شايفين هما عاملين ازاي على العلف اهو. احلى حاجه العلافات دي ما شاء الله اللهم بارك. طبعا متهيألي العلافات دي مش هتكفي لما يكبروا شويه. هحتاج يا اما واحده هناك في الاخر، يا اما احط واحده كبيره. واحده انا لسه شاريه دول، لو عرفت اجيب واحده تاني احطها، يا اما احط واحده هناك في الاخر كده من اللي هي العلافات اللي كانت عندي القديمه بتاع الدوره اللي فاتت. ما شاء الله اللهم بارك، الله اكبر، الله اكبر. افاجئكم بقى بالاوزان ما شاء الله اللهم بارك. هجيب الميزان اشفرها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بس اعرف ايه، يا رب بس ما يبهدلوش الدنيا. هما بيتوزنوا لان هما ما بيردوش يثبتوا على الميزانه كويس.
بيخانقوا بعض عشان العلف، عشان هما كانوا جعانين. الميزان اهي. نبدأ كده بأول فرخة قدامنا. استنوا ما انا عارفة اهو والله ما هعمل حاجة، والله ما هعمل حاجة. الله يهديك ويصلح حالك، الله يهديك الله يهديك. اثبته على الميزان طب وارجع لكم. نزل من على الميزان اهو 550 540 550 يعني نقول 500 وي. ما شاء الله اللهم بارك. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. في اليوم ال15 الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد واحد غيره. شوف كده بس الله يصلح حالك. اهو ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. 560 ما شاء الله. الله اكبر اهو. مفيش اي حاجه مع الميزان مع الكتف مع الفرق اهو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ليه العصبيه؟ والله انا ما هعمل لكم حاجه. ليه العصبيه؟ بيجروا. بس ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. الله اكبر الله اكبر. 600 اللهم بارك. الله اكبر. 600 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. اوزاني تفتح النفس. اللهم بارك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخر واحد هوزنه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فرخه اصلا ما شاء الله. فرخه اهو عمره 15 يوم. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فرخه اهو قدامكم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. والله ما هعمل لك حاجه، والله ما هعمل لك حاجه. هوزنك وهتمشي على طول. يا لهوي يا لهوي. بيبهدلوني ويبهدلوا نفسهم عشان خاطر يتوزنوا. والله ما هعمل اي حاجه. لحظه بس. ده انا عايزه مش عايزه اكتر من 5 ثواني. 530 شفنا اوزاننا، شفنا اعشابنا عملت ايه في الفراخ. انا لسه كمان ما حطيتش الحلبه الخميره. دولت مهمين جدا 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 لرفع الاوزان. اللهم بارك. معايا اوزاني فوق ال 500 15 يوم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الناس اللي بتقول فراخي ما بتكبرش على الاعشاب، والله انا ما حطيت اي حاجه من اول الدوره غير نيوسين بلس في اول الدوره، وكان معاها بنش لمده 3-4 ايام. بعد كده مشيت بالاعشاب، ما حطيتش اي حاجه تاني. يا دوب حطيت جرعه الكوكسيديا اللي هي كوكس كيور دي بس اللي انا بحطها لمده 3 ايام من اليوم ال 12 او ال 13. بتقعد 3 ايام وبعد كده اقعد يومين تخلص الجرعه، اقعد يومين من غير تحصينه وارجع اديهم كيس تاني لمده 3 ايام تاني. انا النهارده كان اخر يوم في التحصينه. حطيت النهارده بنجر، ليمون، توم، بصل، فلفل، نعناع. مهم جدا 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 علشان انا حسيت ان في كحه بسيطه لان الجو بيتغير كل شويه. حطيته والحمد لله ما شاء الله اللهم بارك. الفرخه زي ما شفتوا اوزاننا ما شاء الله. الله اكبر. الحمد لله وصلنا اوزان حلوه. ان شاء الله تكمل معانا لنهايه الدوره باذن الله يا رب ان شاء الله على خير. ما ننساش دايما كلمه التجاره مع الله.
والله العظيم والله العظيم احسن حاجه بتتعمل التجاره مع الله. ان شاء الله على خير يا رب. وان شاء الله ساعه ما هطلع الوجبات برضو من الفراخ بتاعتي دي هوريها لكم ان شاء الله باذن الله. خلصت جرعتنا على خير الحمد لله. والنهارده خلصنا معاكم اليوم، وريتكم انا عملت ايه في اليوم ال15. متشكره جدا ليكم، متشكره اللي واصل معايا لنهايه الفيديو. بالله عليكم ادعوا لي دعوه حلوه، بالله عليكم لايكات. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام.